أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ladies and gentlemen، السلام عليكم. الأخبار؟ أخوكم كيمو MK أو كريم محمد كمال، والحمد لله على السلامة. كنت عايز أقول إيه؟ بسم الله. ناس كتير قوي بيختلف منظورها لصفات الدين، ففي واحد بيفتكر إنه طالما هو بيصلي الصلاة كلها يبقى خلاص إن صلحت صلحت سائر الأعمال. لا، في واحد تاني بيفتكر إنه طالما قلبه طيب وما بيأذيش حد يبقى خلاص ربنا كمان عفو غفور. في واحد تاني بيفتكر إنه طالما هو مؤمن بأن لا إله إلا الله وبيحب ربنا كمان هيحبه، مع إن في حديث بيقولوا فيه يا رسول الله فلانة تصوم الليل وتقوم النهار. إيه ده؟ صح. أنا آسف. فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها، قال هي في النار. وأبو قلب طيب نسي قوله تعالى في القرآن فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. واللي بيقولوا إنه بيحب ربنا هو تقريبا مفيش خير في صحيفته. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا أعظم الناس خسرانا يوم القيامة. يعني ربنا لا يجعلنا منهم، يعني الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. للأسف الدين بيوصل للناس بصورة مش كاملة. يعني مثلا في حديث بيقول إن صلحت الصلاة صلحت سائر الأعمال. هل ده معناه إن ينفع أخلاقي تبقى مش كويسة، أو إن أنا يعني أذي جاري؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فاللي عايز أقوله إن الدين كله بيكمل بعض، ومن أكبر الأخطاء اللي حرفيا توديك في داهية هي إنك تاخد من الدين حاجات وتسيب حاجات. طب إيه بقى الصفات اللي يعني لو اجتمعت في شخص برحمة ربنا يدخل الجنة؟ أو بمعنى تاني إيه صفات الدين الكامل اللي لو نقص منها صفة إلا أن يعفو الله، يعني الشخص ده هيضطر إنه يخش يتنضف شوية في النار عشان يعرف يخش الجنة؟ اوكي، العلماء ربنا يعني يجزاهم خير قسموا لك الدين لخمس صفات: ايمانيات وعقائد، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاق. واحده واحده مش هنروح من بعض. اول حاجه الايمانيات والعقائد. إيه اللي بيميزك كمسلم عن غير المسلم؟ غير المسلم قال انما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. غير المسلم غالبا مش بيصدق في الغيب. اما المسلم او خلينا نقول المؤمن يعني غالبا بقى بيامن بالاركان السته بتوعنا: الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. في الايه اللي دايما بتقول عالم الغيب والشهاده، الشهاده اللي هي المشاهد، يعني اللي احنا بنشوفه الاسباب الدنيويه. يعني الغيب اللي بيحصل اللي انت بتشوفوش زي الملائكه واركان الايمان السته بقى، فاهم؟ يعني لو تلاحظ الحاجات دي كلها غيبيه، يعني احنا مش بنشوفها. انت ما شفتش ربنا، لكن الحمد لله انت مؤمن بيه عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب اللي نازل معه اللي هو المعجزه القران الكريم. فالايمانيات والعقائد انك تؤمن بالغيب اللي القران والسنه اتكلموا عنه، ومش بس تؤمن بيه، لا انت تتعامل معاه بيقين على انه في حاجات فعلا بتحصل لكن انت مش بتشوفها. انت مش بتشوف ربنا وانت بتصلي، لكن انت عندك يقين ان هو مطلع عليك. من اسمها ايمانيات وعقائد، انت بقيت مؤمن ايمان قوي وايمان راسخ، وعقيده جايه من عقده، يعني حاجه كده، فاهم؟ يعني خلاص انت بقيت مصدق لكلام ربنا، فاهم؟ في فرق بين انك تكون عارف وانك تكون مصدق. يعني انت التصديق ده باين على افعالك. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الفاتحه شفاء من كل داء. يعني اغلبنا خلينا نكون صراح، لو واحد فينا جاله صداع مثلا مش هيمسك راسه ويقرا الفاتحه، يعني فاهم؟ غالبا هيروح ياخد بنادول، فاهم؟ او هيعمل الاثنين، فاهم؟ عشان ايه؟ يعني ممكن الفاتحه تكون مش كفايه مثلا. احنا مصدقين بكلام الله، احنا بس بناخد بالاسباب. جميل، الاخذ بالاسباب واجب على فكره، لكن انت هل قلبك مايل ناحيه ايه اكتر؟ قلبك مايل ناحيه الاسباب اكتر ولا الغيب اللي القران الكريم اتكلموا عنه؟ يعني موضوع الايمانيات والعقائد ده كبير جدا 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 جدا، ويعني مش هعرف اتكلم فيه في الفيديو ده، فان شاء الله يبقى لي فيديو تاني. كل الصفات على فكره بتاعت النهارده، كل صفه اقدر اتكلم في الفيديو لوحدها كلام كتير جدا، لكن انا جاي بس اديك معلومات اجماليه عن صفات الدين الكامل. فتاني صفه عندك هي العبادات، زي الصلاه والصوم والزكاه والحج. العبادات واضحة يعني. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. ماشي، وأنجح. وإن فسدت فقد خاب وخسر. عندك حديث تاني بيقول لك كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الصوم جنة، الصوم جنة. ربنا يرزقنا. حديث عام عن العبادات عن معاذ بن جبل لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم، ده حوار كبير، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ربنا يسر علينا. تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. عندك حديث عن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
ايه رايك؟ فدي كانت تاني صفه اللي هي العبادات. تالت صفه هي المعاملات. المعاملات زي البيع والشراء والتعامل بين المسلمين. عندك ايه مثلا؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الاخر اجل يحزنوا. ايات واحاديث كتيره جدا بتقول لك يعني ايه ازاي يكون التعامل بينك وبين اخوك المسلم، ازاي تتعامل مع الكبير، ازاي تتعامل مع الصغير، ازاي تتعامل في البيع والشراء، ازاي تتعامل في الموقف الفلاني، تعمل ايه في الموقف العلاني، وهكذا. رابع صفه هي المعاشرات. معاشرات مثلا زي صله الرحم، تعاملك مع اهلك، مع يعني مثلا عندك احاديث مثلا خيركم خيركم لا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، من سره يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. وخلي بالك صلة الرحم هنا يعني إيه، مش بمعنى واحدة بواحدة عشان أنت جيت تصل رحمي فاهم فأنا أجي أصل رحمك، لا يعني صلة الرحم هنا المبادرة، أو لو اللي قدامك مضحك يبقى انت تصله. هنا بقى بيجي الاختبار بقى فاهم يعني ايه انت تكون في حد كده فاهم يقفلك كده كده فاهم، بس انت يعني راح تزوره وتصله فاهم، تقعد والقعده فاهم تبقى يعني ايه حاجه يعني فاهم صعبه جدا يعني، بس انت برضو تروح تزوره وتصله وتقعد معاه عشان خاطر ربنا فاهم. ده عمل مش سهل يعني، وربنا بيجازي عليه. وخامس صفة هي الأخلاق. أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وفي حديث تاني إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. وفي حديث تالت مشهور جدا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فدول كانوا الخمس صفات للدين الكامل: إيمانيات وعقائد، عبادات، معاملات، معاشرات، أخلاق. الصفات دول يعني تحفظهم كويس جدا وتكتبهم، يعني لازم تراجع نفسك دايما فيهم ما بين فترة تانية. يعني خلي بالك برضو أنت إنسان، أكيد هتلاقي نفسك تخطأ، الصلاة تفوتك او كده، هيبقى عندك ذنب انت بتحاول تجاهد فيه. السعي مطلوب والجهاد، بس ما ينفعش انك تكون عادي في ان يكون صفة من الخمس صفات دول ناقصين. لان في ناس بالنسبة لها عادي ان انا اخليها تبقى زي الزفت، المهم انا بصلي. لا طبعا مفيش حاجة اسمها كده، ما ينفعش تاخد حاجة وتسيب حاجة، يعني الدين كله بيكمل بعضه. لازم الصفات دي كلها تكون عندك، ولو في حاجة ناقصة فيهم تسعى جامد على انك تكملها عشان ربنا يعني يرحمك. وكل صفة من دول يعني فيهم كلام كتير جدا، صعب اني فاهم اقوله على السريع كده فاهم، يعني كل واحدة ممكن يبقى ليها فيديو لوحدها اتكلم فيه، خصوصا الايمانيات والعقائد، خصوصا الصلاه. لكن اجمالا لازم تكون يعني الحاجات دي في بالك كويس جدا. خمس صفات للدين الكامل: ايمانيات وعقائد، عبادات، معاملات، معاشرات، واخلاق. اتمنى تكون يعني استفدت، ويلا اشوفك الفيديوهات الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.